يعني فشل هذا التمرد، فشل هذا الانقلاب حقيقة أصاب الغرب بصدمة كبيرة جدا. يعني كان اللي هي هاي مجموعة فاغنر تعتقد بأنه هي حتحرر موسكو وحتطيح ببوتين. إيش الكلام الفاضي هاي؟ هذا يعني هذا بده يطيح في بوتين، بده يهزم الجيش الروسي. عندك 4.5 مليون على الأقل. هذا الجيش عنده أسلحة نووية، عنده طيارات، عنده مدرعات، عنده صواريخ أسرع من الصوت، عنده يعني تدريب غير عادي. طب هاي معقولة؟ هذا اللي هو بريغوجين هاي بده يهزمه وبده يقعد مطرح بوتين في الكرملين على أي أساس؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم الجزيرة تك. المحنك السياسي عبد الباري يقول أنه من الغباء أن يصدق العالم أن رئيس فاغنر كان يريد أن يحتل موسكو ويسقط نظام بوتين، وهذا غباء سياسي كبير، ومن يعتقد ذلك فلا يمكنه ممارسة السياسة. ومجموعة فاغنر هي مجموعة عسكرية تنتشر في العالم بأجمع، خاصة على الحدود الجزائرية المالية. هناك أكثر من 8,000 مقاتل حلت محل الجيش الفرنسي، وذلك بعد طرد الجيش الفرنسي من طرف الجزائر وروسيا من المنطقة. وتلك المجموعة في مالي كان لها العديد من الاتصالات مع قيادتها في موسكو، لكن الجيش الجزائري والمخابرات الجزائرية كانت على علم بهذه الاتصالات. تابعوا الفيديو. فهذا يعني فشل هذا التمرد، فشل هذا الانقلاب حقيقة أصاب الغرب بصدمة كبيرة جدا. يعني كان اللي هي هاي مجموعة فاغنر تعتقد بأنه هي حتحرر موسكو وحتطيح ببوتين. إيش الكلام الفاضي هاي؟ هذا يعني هذا بده يطيح في بوتين، بده يهزم الجيش الروسي. عندك 4.5 مليون على الأقل. هذا الجيش عنده أسلحة نووية، عنده طيارات، عنده مدرعات، عنده صواريخ أسرع من الصوت، عنده يعني تدريب غير عادي. طب هاي معقولة؟ هذا اللي هو بريغوجين هاي بده يهزمه وبده يقعد مطرح بوتين في الكرملين على أي أساس؟ يعني هذا رجل خائن، خان بلده. وين متى خانها؟ خانها في عز حربها، حرب روسيا تواجه حربا وجودية. فبيروح هو لأنه اختلف مع وزير الدفاع شويغو، يعني سيرجي شويغو، بده يصير هو أهم من وزير الدفاع وأهم من رئيس هيئة الأركان. إيش الغرور هاي؟ رجل يعني متغطرس حقيقة، وبتفكر حاله أصبح بطل، وأنه أصبح هو اللي بيقدر يعني يحكم روسيا. معقول الشعب الروسي، هذا الشعب الروسي العظيم، يعني بيقبل يعني أكثر من 150 مليون بيقبل واحد زي هذا شويغو، يعني زي بريغو جين إنه يحكمه؟ معقول بيقبل فيه؟ بيقبل إنه مرتزقة يسيطروا على الكرملين ويحكموا البلد؟ بأي منطق هذا الكلام بصير؟ هذه كانت مؤامرة، أنا مصر على أنها كانت مؤامرة. واليوم الواشنطن بوست ونيويورك تايمز قالوا أن واشنطن كانت على علم بهذا التحرك. طب كيف كانوا على علم فيه؟ لولا أنهم هم وراء. يعني كيف كانوا يعني بتابعوا التفاصيل أول بأول؟ وكيف طلع علينا زيلينسكي ويقول أنه والله بوتين هرب ركب طيارة من موسكو وراح على سان بطرسبورغ؟ كلام هاي كلها أمنيات وتمنيات. هذا الرجل اعتقد، اللي هو بريغو جين، اعتقد بأنه أكبر من كل الجنرالات في الجيش الروسي، وأنه راح مثلا على اللي هي روستوف وسيطر على اللي هي قيادة الجيش الروسي. هو مش سيطر، هم انسحبوا لأنهم ما بدهم حمام دم. الرئيس بوتين حقيقة اتفقنا معاه أو اختلفنا كان في قمة الحكمة وفي قمة التعقل، ما بده يعمل حمام دم، بده يحقن الدماء. فلذلك استمع اللي هو لوكاشينكو، اللي هو صديقه الوفي وحليفه القوي في بيلاروسيا، روسيا البيضاء، استمع له وقال له اوكي امشي في اذا بتقدر تقنع اللي هو بريغوجين زعيم فاغنر بانه يعني ينسحب، واحنا مستعدين في المقابل نسقط عنه اللي هي المحاكمة وتهمة الإعدام، لأنه هذا الرجل خان جيشه، خان بلده، وتعاون مع الغرب اللي هم الأعداء. فلذلك يعني يبدو أنه فعلا لوكاشينكو كان فعلا حكيم، وأقنع اللي هو زعيم فاغنر بأنه لن ينتصر في هذه الحرب، وطلب منه أنه يجي ويأخذ لجوء سياسي
في بيلاروسيا في مينسك. فهي القصة اللي صارت، وهذا حل ممتاز جدا، هذا حل ينطوي على الكثير من بعد النظر. هذا مش وقت اللي هو اضطرابات داخلية، مش وقت حروب أهلية تصير في البلد بسبب اللي هو واحد يعني واحد من لوردات الحرب واللي عنده مليارات، عشرات المليارات سرقها من افريقيا وسرقها من ذهب السودان. هذا الشخص يعني لا يستحق انه يعني تصير في ازمه في روسيا بسببه. فجرى طوي هاي الازمه وراحت يعني بشكل ان شاء الله نهائي، ويا فرحه ما تمت. انا بحكي على اللي الان حولوا سرادق الفرح الى سرادق عزاء في واشنطن وفي العديد من العواصم الاوروبيه. هذا انقلاب كان محكوم عليه بالفشل من اليوم الاول او من اللحظه الاولى. كيف بده يتقدم؟ طب ما عندوش طيارات ولا عنده يعني دبابات متطوره ولا عنده شيء، كيف بده يروح لموسكو ويسيطر على الكرملين؟ هي لعبه اولاد صغار هي؟ طب ما فيش، بيحرقوه حرق يعني. بس في حكمه، هذه الحكمه قال لك لا، احنا ليش نصعد، وليش يعني خاصه انه الازمه هي بين هذا الرجل المتغطرس وبين اللي هو وزير الدفاع شويغو. انا تقديري وزير الدفاع شويغو خرج منتصر من هذه المعركه، وخرج اكثر حكمه، لانه كان حاسس بانه هذا الرجل مخترق اللي هو بريغوجين مخترق، وانه الغرب بيلعب فيه واستخدموا كورقه. وانت بتقدروا تعرفوا الواحد من حلفائه، مين حلفائه؟ حميدتي وحلفائه اللي هم حفتر. طب ما هم اثنين على علاقات قويه مع اسرائيل وعلاقات قويه ايضا مع واشنطن، فطبيعي هو بيميل لهذا المعسكر، واخذوا الغرور واعتقد انه صار زعيم، وهذا الزعيم هو الاولى في قياده روسيا من اللي هو فلاديمير بوتين. وكل هذا انهار بالكامل، يعني هذه الغطرسه انهارت بالكامل. بعدين بيجي بيطلعوا ناس بيقول لك والله يا اخي هاي مسرحيه. يا اخي كيف مسرحيه؟ كيف مسرحيه؟ يعني مين بده بوتين يعمل هاي الازمه لنفسه؟ مش ممكن. بده يعني هو يتواطأ مع زعيم فاغنر ويجيب حرك قوات ويعمل أزمة في الجيش الروسي عشان والله مسرحية عشان يشيل مثلا وزير الدفاع؟ لا، وزير الدفاع شويغو وأكد بوتين أنه سيبقى. والآن هاي قوات فاغنر حتكون تحت مظلة وزير الدفاع، تحت مظلة الجيش. وأنا كمان لا أستبعد أنه في طبعا في مجموعة فاغنر في جماعة أظهروا ولاء غير عادي وقاتلوا قتالا غريب يعني عظيما في أوكرانيا، واستطاعوا أنهم فعلا يحرروا باموت. فهاي سيكافئوا هذا اللي تمردوا على اللي هو زعيمهم، هذول ربما يكونوا هم نواة القوات فاغنر في المرحلة الجديدة. ربما تستمر هذه المجموعة في العمل في إفريقيا، في العمل في السودان، في العمل في مناطق أخرى في العالم الثالث، لأنها هي أصبحت يعني رأس حربة لمشاريع روسيا. لكن أنا في تقديري يجب أن تكون، أو من المنطق أن تكون تحت مظلة الجيش وتحت مظلة وزير الدفاع، وليست مستقلة كليا عن اللي هي الحكومة الروسية وعن اللي هي المؤسسة العسكرية الروسية اللي صمدت لحتى الآن حوالي سنة و4 شهور، ونجحت في إحباط الهجوم الأوكراني المضاد. هذه إنجاز كبير جدا. يعني الآن يعني سمعنا زيلينسكي بيقول إنه فشل الهجوم المضاد لأنكم ما أعطتونيش طائرات F-15 وF-16 وF-35 وما أعطتونيش دبابات. يعني كمان نفس الشيء، يعني اللي هو بريغوجين كان يقول إنه مشكلته مع وزير الدفاع الروسي بأنه ما أعطاه دبابات. والله شويغو كان عنده وجهة نظر وكان عنده بعد نظر، ما يعني يبدو أنه لعب الفار في عبه وما قدر يتعاون مع هذا الشخص أو يثق فيه ويرسل له معدات ثقيلة، لأنه ربما كان حاسس بأنه هاي المعدات ممكن تستخدم بشكل أو بآخر في ترتيب لانقلاب، انشقاق في الجيش أو ما شابه ذلك. الآن روسيا خرجت من هذه الأزمة وخرجت منتصرة، وهذه صدمة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، يعني وصدمة كبيرة لزيلينسكي. هذا يعني بأنه محاولات شق الجيش
فشلت فشلا ذريعا. محاولات خلق عدم استقرار في الداخل الروسي فشلت فشلا ذريعا. محاولات أيضا بذر بذور حرب أهلية وتفكيك روسيا زي ما كانوا بدهم يفككوا سوريا كمان فشلت فشلا ذريعا. يعني الآن هذا المعسكر الغربي بسبب غبائه وبسبب غباء اللي هو الرئيس بايدن يعني يخرج من حفرة ليقع في أخرى. وهاي الحرب أو هذه محاولة التمرد هاي من قوات فاغنر حقيقة كشفت النوايا الغربية وكشفت سوء التخطيط بشكل غير عادي.